فنين في كتاب مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعين في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. سيد حاتم سيكونون هنا في خلال 5 دقائق. مين اللي جاي معاهم؟ وخايف منه قوي كده ليه؟ مش مهم مين يا حاتم، المهم نهرب من هنا بسرعة. نهرب نروح فين؟ ونهرب من مين أصلا؟ سيد حاتم، أخشى أن الوقت يمر سريعا. احنا ممكن نروح شقتكم اللي في العجمي؟ سيفي هذا بالغرض. عجمي بس يا سردين. سيد حاتم، سياراتهم وصلت، يجب أن نرحل. بيقول لك وصلوا يا حاتم، عندك حل تاني؟ تحبوا تختصوا وتجيبوا لي العيال دي يا حسن. طب واللي شفناه هاني؟ ما تقلقش، مش هتلاقي حاجة المرة دي. تمام سعادة، سمعتوا اللي الهانم قالت عليه؟ مش عايزين نزعلها مننا، فاهمين؟ يلا. سيد حاتم، أخشى أن الوقت قد داهمنا، إنهم بالخارج الآن. يعني ايه؟ طيب والعمل؟ حاتم أنا عندي فكرة، بس تسمع كلامي بالحرف. اخلص. أول ما أقول لك اجري تجري بسرعة وما تبصش وراك. والله هي دي الخطة؟ اسمع كلامي بس يا حاتم ويلا بينا. ايه رايحين فين يا ولاد؟ معلش ورانا مشوار مهم لازم نعمله. طب والعصير؟ مرة تانية يا طن. اجري يا حاتم بسرعة. انتوا مسكتوني كده يعني؟ انتوا ما تعرفوش انا مين؟ سردينة راح فين؟ سردينة. سيد حاتم، لقد أمسكوا به. نعم، مسكوا ازاي؟ روح هاتوا. لقد قام صديقك بالتضحية لكي يتسنى لك الهرب، وأنا لا أستطيع فعل شيء الآن. يجب أن نرحل، وأعدك سأعيد صديقك قريبا. طب كلي حاجة يا علياء، انتي ماكلتيش حاجة من الصبح، انتي كده ممكن يحصل لك حاجة. ماليش نفسي يا ريما. طيب اشربي ده ونامي شوية، ريحي دماغك، حرام عليك اللي بتعمليه في نفسك ده. انا مش هرتاح غير لما ياسمين ترجع. انتي متخيله يا ريما؟ انتي متخيله ياسمين ممكن تكون حاسه بايه دلوقتي؟ الست قالت انها في عالم تاني وان في حاجه اقوى منها هي اللي حبساها. على فكرة كل اللي انتي بتعمليه ده مش هيوصلنا لحاجة غير انك هتضري نفسك. قلتلك اهدي وارتاحي، حاولي تنامي دلوقتي وتبطلي تفكير، عارفة انه صعب بس لازم ترتاحي عشان تعرفي تكملي. انا اسفة، انا مضطرة امشي عشان سايبة مامي لوحدها. لا ريما، بليز خليكي جنبي، ما تمشيش، انا خايفة. ما تقلقيش، انا هفضل قاعدة جنبك هنا لحد ما تروحي في النوم، وبعدها هروح واجيلك بكرة الصبح. انا بقول له ايه اللي هيضربني تاني والله هضرب نفسي واضرب كله. انت حريق الباشا انت مين فين؟ انا بقول له فوق خلوني يجوا دلوقتي. مخابرات، امن دولة، شرطة يعني. انا بريء. الواد ده قال حاجه ولا لسه؟ ابوس ايدك يا باشا روحني من هنا، انا لو اتاخرت ماما هتقلق عليا قوي. ماما؟ لا روح ماما، انت مشرفنا هنا شويه. مش هرد عليك وما تكلمنيش بقى خالص، انا بخصمك ماشي؟ حاضر. يا ولاد الجزمة، تقول ايه يالا؟ ده
داس على الجزمة الجديدة بتاعتي. يا حبيبي معلش هنجيب لك واحدة جديدة، بس قول لنا قبل صاحبك فين؟ صاحبي مين؟ انا ماليش اصحاب. خلاص يا باشا هعترف. صاحبك اللي كان معاك فين؟ صاحبي مين يا باشا؟ انا مقطوع من شجرة، لا ليا اب ولا ام. ما تنطق يالا. انتوا اكيد مش مصريين، لا انتوا اسرائيليين اشرار. بيقول ايه ابن الكلب ده؟ انسى يا باشا، انا عمري ما بيع بلدي ابدا. كفايه خلاص، هقول لكم الحقيقه. ايوه الحقيقة كده انا احب. وانا ما بحبكش. خلاص بحبك. انت خلقك ضيق قوي يا باشا. بالراحه على قفايا شويه يا جدعان. يا ابني ما تتعبناش، هتتلمض هنفضل ننفض فيك كده لحد ما تنطق. قول لنا صاحبك راح فين واحنا نسيبك تمشي بدل ما تقعد معانا هنا كام يوم. ايه كام يوم؟ لا كام يوم يا باشا، انا عندي امتحانات الله يخليك. يرضيك اسقط؟ لا ازاي ما يرضينيش طبعا. ما انت لو اتجدعنت معانا وقلت لنا اللي احنا عايزينه هنكافئك ونروحك لماما يا عم. طب والله ايه؟ هروحك له. لا قولها على بعض. قولوا والله هروحك واسمها ماما مش امك. ما تخلص يلا وتقول لنا صاحبك راح فين. اهو اديك ما حلفتش، هتروح النار. بتوجع؟ معلش يا حبيبي. كلكم هتروحوا النار. هو مفيش غير قفايا يا جدعان، ما في اماكن كتير تضربوا فيها. انا مش قصدي هنا خالص يا اغبياء. ارمولي الواد ده جوه. ايه يا ابني الواد ظهر؟ ما بالراحه يا عم، انت مش شايف جسمك عامل ازاي؟ ههرب يعني. مين هنا؟ انا سردينة. انت اللي مين؟ انا دكتور امين. اهلا. بقى احنا دايخين عليك بره وانت قاعد هنا جوه. بتقول ايه؟ انت دكتور امين، ايه اللي رحنا لك المكتب ما لقيناكش هناك. رحتوا لي ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انتوا مين؟ انا سردينة صاحب حاتم. حاتم؟ هو فين حاتم دلوقتي؟ تطمني عليه يا ابني، حصل له حاجه؟ هند ما تعرفش عنها حاجه. حاتم كويس، بس هند معرفش عنها حاجه. عايش بقالي 21 سنه، كان لازم يعني اعمل فيها شام النهارده، ما انا كنت في حالي. ايه يا حبيبي يا قفايا؟ بتقول ايه يا ابني؟ ولا حاجه يا دوك، من شويه كنت انا بره وانت جوه وبندور عليك، دلوقتي انا كمان بقيت جوه. يا ترى حاتم هيدور عليا؟ عليا الحقيني يا ريما، انا صحيت على صوت خبط وقمت ما لقيتكيش جنبي. نزلت اشوف ايه اللي حصل، لقيت المكان مقلوب وفي حاجات متكسره على الارض. انا شاكه انه ممكن يكون حرامي. انا هبلغ البوليس. غريبة، ده أنا لسه ماشية من دقايق. مين ممكن يكون لحق يدخل يعمل كل ده؟ أنا متأكد إنه مش حرامي وإنه حاجة تانية. يعني ايه؟ يعني ممكن تكون حاجة من الحاجات اللي حذرتنا منها العرافة. يا ربي يستر. طب انا اعمل ايه؟ انا خايفه يا ريما. وأنا كمان خفت. بصي يا عليا، الست دي قالت إننا لازم نبعد عن الموضوع كله عشان ما نتأذيش. أنا آسفة، أنا محتاجة أبعد لأن أمي ملهاش غيري، ولو حصل لي حاجة مش عارفة ممكن يحصل لها إيه. أنا آسفة والله. رجالتنا بلغوني ان في بنت لسه داخله البيت عند الواد اياه، تلزمك في حاجه؟ قول لهم يجيبوها لي هنا بس بالراحة عليها. تحت امرك يا ريسه. وبالنسبه للواد اللي جوه ده، دماغه ناشفه مش عايز ينطق. يعني ايه حسن مش عايز ينطق؟ والله يعني من ساعه ما جينا عمالين ننفض فيه بس جتته منحسه. بقى حتة عيل زي ده مش عارف تنطوه يا حسن انت وشوية التيران اللي معاك دول. صحيح يا دوك، احنا لقينا الورق بتاعك وما فهمناش منه حاجة. انتوا لقيتوا الورق؟ طيب الحمد لله، الحمد لله انه ما وقعش في ايديهم. ايديهم؟ انت تعرف الناس دي يا دوك؟
الناس دي كل هدفها انهم يخلصوا من حاتم. يقتلوا حاتم؟ طب ليه؟ حاتم ملهوش دعوة بكل ده، الموضوع بالكامل يخص والده. الله يرحمك يا عبد الحميد، كنت فاكر ان القصة دي هتتقفل بعد قتله؟ ابو حاتم اتقتل؟ ما ماتش في حادثة زي ما هو فاكر؟ قتلوه. ناس ما تعرفش الرحمة. كل ده عشان اختار مراته وحاول يرجع الحق لاصحابه. عمري ما كنت اتخيل ان الكتاب يكون لسه موجود، لا ويقع في ايد حاتم والزمن يعيد نفسه، واللي بدأوا عبد الحميد يقع في حاتم، كأن القدر عايز حاتم يكمل مسيرة والده وكمان يجيب حقه. ما تقلقيش يا هانم، كلها كام ساعة وهنطقه. مفيش وقت الكام ساعة يا حسن. الحق يا ريس، الواد ماسك ودن الدكتور ونازل فيها لك. ايه العمل دلوقتي؟ روح خرج الدكتور وارميهولي في أي أوضة تانية. هم معايا. ومعاكم فين يا ابني؟ ما يخلص. هتودوني على فين؟ حرام عليكم. هتاخدوا الدكتور على فين يا فجرة؟ انا مش حاسبكم. اقعد يالا. انا بخاف من الضلمة يا عم، ما تسيبنيش لوحدي. الحقني يا دكتور. الحقني انت يا ابني. لا. وانت مين انت كمان؟ طبعا هتقولي مستني الاوامر، وسيدي لسه ما جاش. اللي بعده ليس هذه المرة. يعني ايه؟ لا مزيد من الأحاديث، حان وقت عودتك. يعني اخيرا هترجعوني؟ بس انا مش فاهمه انا جيت هنا ليه، وايه اللي حصل علشان ترجعوني؟ جئت إلى هنا بأمر من سيدي شهيان. ولماذا؟ لتكوني كرت سيد الرابح للضغط على سيد حاتم لتنفيذ مطلبه. روح وأمر للانصراف. يعني افهم من كده ان حاتم نفذ الطلبات دي وقتل؟ لا، لم يفعل ذلك. والآن فسأقوم بفك يسرك لكي تقوم بمنع السيد حاتم من فعل ذلك، لأن ما يحدث خطأ فادح ومن الواجب أن أفعل ذلك. وانا همنعه ازاي؟ لابد من الوصول إلى الكتاب وحرقه. والآن ستعودين إلى عالمك. سأقوم بفتح بوابة خروجك وسأذهب لملاقاة مصيري. جماعة فين المخرج يا جماعة؟ يا أستاذ أنا تعبت والله العظيم، ده كتير عليا ده. الناس دي أول مرة تشوف مايك. هات يا ابني وريني. أسماء الممثلين حسب الظهور: عمرو ياسر، محمد أسامة، رانيا الحوتي، أحمد عصام، مهيتاب موسى، خلود الطلحاوي، سلمى عليان، مصطفى بدر، هند البهجي، محمود كمال. أنا الراوي هنا.